انتوا عارفين ليه الكره والحقد زاد في معظم الناس؟ علشان التربية الخطأ. ان احنا الناس كلها بتربي اولادها على ان هم يطلعوا كارهين اهاليهم، كارهين ما يعرفوش يعني ايه صلة رحم، ما بيعرفوش يعني ايه عم او خال او عمة او خالة، ما بيعرفوش يعني ايه، ما بيتربوش على الحب. كل تكره اولادها في عماتهم او في اعمامهم ويقول لك لا احنا ملناش حد ودول وحشين وانتوا ما تعرفهمش وولاد عمكم ويجي الاب نفس الشيء ممكن يكره الابناء في اخوالهم وخالاتهم. فده اكبر غلط، اكبر غلط ان انتوا بتربوا اولادكم، بتربوا في قلبهم الحقد والكره، ان هم بعد كده دي اجيال بتتوارث بقى بعد كده، هم كمان هيطلعوا زي ما انتوا نفس اللي علمتوهم ليه، نفس اللي هيعملوه مع اولادهم برضو، ما يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا هيربوا اولادهم برضو على كره اهاليهم، ما يعرفوش يعني ايه صله رحم. وفيما بعد بنرجع نزعل لما نلاقي اولادنا اهملتنا، وفي الاخر لما احنا بنكبر في العمر ونيجي نلاقي اولادنا خلاص ما بقوش يسالوا عننا، اصل احنا مشغولين، اصل احنا مضغوطين. ما انتوا اللي ربيتوا فيهم كده، ما انتوا هتمنعوا منهم صله الرحم، ما عرفوش يعني ايه صله رحم، ان هم يصلوا رحمهم مع اهاليهم، فاكيد مش هيصلوا رحمهم فيه لان هم ما تعودوش على كده. فعشان كده لازم نربي اولادنا صح، نربيهم على الحب، نربيهم ان هم يعني ايه اهل، يعني ايه اهليهم دول زي ابوهم او امهم، نعرفهم يعني ايه خال، يعني ايه عم، يعني ايه خاله، يعني ايه عمه. ربوا اولادكم صح يا جماعه، لان فاقد الشيء لا يعطيه. وبنرجع نلاقي عشان كده لقينا الحقد والغل والناس كلها بقت تكره بعضها، فخلاص هم اتربى من صغرهم ان هم اتربوا ما عرفوش يعني ايه حب، ما عرفوش يعني ايه صله رحم، ما عرفوش يعني ايه ان هم يحبوا الخير لغيرهم، ان هم يعني ايه اهل. هو ده اللي الابناء بيتربوا عليه. فعشان كده الابناء بتطلع مش عارفين اي حاجه وبيطلعوا كارهين اهاليهم. طب ليه يا جماعه؟ ليه احنا نعمل في اولادنا كده؟ ليه ان احنا نربيهم على الكره من صغرهم؟ ليه نعودهم ان هم يبقوا مفيش في قلبهم رحمه ولا خير ولا انسانيه؟ انا بقول ده لبعض الناس، مش كل الناس، لان في ناس افاضل كتير بتربي اولادهم صح، بيحببوهم في اهاليهم، بيحببوهم في اخوالهم، بيحببوهم في عماتهم او اعمامهم، بيحببوهم في اجدادهم. لكن في ناس بتكرههم. طب احنا ليه ما نربيش اولادنا صح؟ ليه ما نحافظش على اولادنا؟ ليه ما نحافظش على صله الرحم والحب ان يجمع ما بين الاسره؟ حتى لو انتوا مثلا في بينكم مشاكل ما بين الاعمام او ما بين الاخوال او ما بين العمات او الكلام ده، فانتوا ما تحاولوش ان انتوا توصلوا ده للاولاد، علشان الاولاد ملهمش ذنب ان هم يطلعوا يتربوا على الكره والحقد. والله العظيم الدنيا مش مستاهله، الدنيا مش مستاهله ان احنا نحقد او نكره او نربي اولادنا على الغل والحقد والكراهيه. ده اكبر خطأ انتوا بتقعوا فيه. عودوا اولادكم يا جماعه على ان هم يعرفوا يعني ايه صله رحم، علشان يصل رحمهم فيكم بعد في حياتكم وبعد مماتكم. هتقولي في صله رحم بعد الممات؟ في صله رحم بعد الممات، ان هم يترحموا عليكم، يزوروكم، يقراوا لكم قران، مش خلاص مسافه ما تموتوا خلاص يدفنوكم وما يسالوش عنكم تاني بعد كده. هو ده صله الرحم حتى بعد الموت، ان هم يبقوا بارين بيكم حتى بعد وفاتكم، ان هم يدعوا لكم، ان هم يبقوا زعلانين عليكم على فراقكم، يطلعوا لكم صدقات. فهو ده الصح، ان احنا نحافظ على اولادنا، نربيهم تربيه صح، نربيهم من على الحب، على حب الاهل، على حب العشره، على ان هم يحبوا الخير لغيرهم زي ما بيحبون نفسهم، ويمكن اكتر كمان يحبوا الخير لغيرهم اكتر ما يحبون نفسهم، لان اللي بيحب الخير للغير ربنا هيرزقه اضعاف ما تمنى لغيره. فهو ده المفروض اللي احنا نربي اولادنا عليه، ودي التربيه الصح، حب الاهل يا جماعه والعشره وصله الرحم.